الواقع وإلى التاريخ اللي كل احنا عشناه هذا التاريخ. كردستان استهدفت من النظام الإيراني عندما كان النظام الإيراني علماني، واستهدفت عندما كان النظام الإيراني إسلامي، واستهدفت أيضا من الدولة العراقية، من النظام العراقي، من صدام وقبل صدام وبعد صدام، أي في عصرنا الجديد. كردستان تستهدف عندما يذهب الكرد للمطالبة بحقوقهم بحريتهم، وعندما ينجح الكرد في بناء حكومة، في بناء دولة، في بناء شوارع، في بناء خدمات، في بناء جامعات، في بناء جيل جديد كردي طموح. نلاحظ أن الضوء الأحمر في طهران وفي بغداد وفي الشام وفي أنقرة وفي الكثير من الدول يكون ضوء أحمر، أي ناقوس الخطر. أنا أعتقد الهجمات هذه هجمات فاشلة جبانة، لا تستطيع أن تصل إلى أهدافها، بل هي هجمات إرهابية من دولة تعيش ونظام إيراني يعيش الارتباك. ربما هناك نقطة مهمة كلنا نعلم، وهذا هذا هو الواقع، كلنا نعلم أن النظام العراقي في بغداد هو تابع إلى إيران، هو صديق إلى إيران، هو حليف إلى إيران. حتى حلفاء إيران في بغداد، حتى حلفاء إيران في بغداد ابتعدوا عن هذه الجريمة النكراء وعن هذا العمل الإرهابي. حتى حلفاء بغداد في حلفاء إيران في بغداد عندما جاءت لجنة التحقيقات قالت هذا بيت آمن وبيت لعائلة طبيعية. بمعنى هذا إيران خسرت في بغداد، إيران خسرت في كردستان، إيران خسرت إقليميا. كل الدول الإقليمية بدون مجاملة، كل الدول الإقليمية شجبت واستنكرت وأدانت هذا الهجوم الإرهابي. كل دول العالم الآن تقف مع كردستان، وهذا يؤكد نجاح كردستان في مواجهة هذا الإرهاب بعقل وبحكمة عالية. لو كانت هناك حكومة في بغداد لها سيادة باتجاه التدخل والهيمنة والإرهاب الإيراني لما حدث هذا الهجوم على كردستان. بمعنى آخر، ضعف حكومة بغداد، لا أقصد ضعف الجيش والقوات المسلحة، أقصد ضعف الحكومة في قرارها السياسي. الانبطاح أمام النزوات الإيرانية هو اللي سمح لنظام إيران الفاشل الإرهابي أن يقوم بهذه الهجمات. ثم هناك حقيقة، نظام إيراني الحالي يعاني داخليا. الشعب الإيراني يعيش حالة من الغضب، من الثورة والرفض لهذه الهيمنة المتخلفة البدائية الإرهابية. العالم كله يرفض هذا الوضع. أنا أعتقد حاول النظام الإيراني وبفشل كبير أن يستهدف كردستان ففشل، حاول أن يستهدف باكستان ففشل. لكن دعنا نأخذ المقارنة بين باكستان وبين العراق. باكستان قامت بالرد من خلال مفهوم السيادة، من خلال حقوقها، من خلال وجودها كدولة تحترم نفسها. الحكومة العراقية أقصى ما قامت به هو بيانات شجب. لكني مع هذا أقول أنا سعيد أن أرى حكومة بغداد تأتي إلى حكومة كردستان، وأنا سعيد أن أرى الآن بعض سياسيين بغداد، أكرر البعض، أما البعض الآخر فهم متهمين بالإرهاب، بالقتل، بالسرقة، بالفساد. لكن بعض أطراف حكومة بغداد الآن لديهم موقف طيب إيجابي، وعلينا أن ندعم هذا الموقف، أي لإنجاح التعاون بين كردستان وبين العراق. تقصد إيران لها نفوذ؟ يعني من خلال الإرهاب بإمكانك أن تصنع النفوذ، لكن هذا النفوذ طارئ، هذا النفوذ غير مستقر. يعني يجب أن نتحدث عن حقيقة. استهداف كردستان هو أيضا استهداف لكردستان إيران، هو تهديد واضح. استهداف كردستان هو أيضا استمرارية لاستهداف الشعب السوري، استمرارية لاستهداف الشعب اللبناني. إيران تحاول الآن، دعني أقول لك شيء آخر، هذا الاستهداف بحد ذاته لا يوجد أي دعم له إقليميا، باستثناء ربما أنصار حماس والإخوان المسلمين وأنصار الأحزاب الإسلامية. تعريف الإرهاب سواء كان إرهاب شخصي أو إرهاب الدولة، التعريف الصحيح ما قامت به إيران مرارا وتكرارا من استهداف الأراضي العراقية واستهداف كردستان أكثر من مرة. ثم دعني أذهب إلى التبريرات الإيرانية. هذا التسييف
وهذا الكذب. آه، يقولون هناك مواقع وهناك دوائر في كردستان، في أربيل. طيب أنا أتساءل، النظام الإيراني يقوم يوميا، أسبوعيا، شهريا بقصف الحدود العراقية، بقصف حدود كردستان إيران. هل هذه الحدود، هذه القرى، هؤلاء المزارعين، هؤلاء الذين يقومون برعي الماشية، هل هؤلاء كلهم من دول أجنبية؟ هذا ادعاءات باطلة، مردودة، فاشلة، تعبر عن الفشل الذريع لنظام إيران. وأنا أعتقد وبصدق عالي خسرت إيران في العراق، خسرت في كردستان، خسرت في سوريا، خسرت في لبنان. وخير ما تفعل القيادة الإيرانية أن تذهب إلى العقل، إلى المنطق، إلى السلام، إلى حسن الجوار. هي أثبتت أنها جار شرير، جار شرير على قيم حقوق الإنسان، قيم حقوق المرأة، قيم الشعوب، الحقوق القومية للشعوب الإيرانية وغيرها. وبالتالي أقول انتصرت كردستان الآن، وسيبقى هذا الانتصار ما دام هناك بناء، ما دامت هناك إرادة سياسية كردية وإرادة حكومية كردية لعدم الاستسلام لهذه النزوات الإيرانية وغير الإيرانية الشريرة. هذه الإدانات رسالة واضحة أولا إلى بغداد. الرسالة الواضحة إلى بغداد: ابتعدوا عن النظام الإيراني واذهبوا إلى استقلالية القرار العراقي، واذهبوا إلى استقرارية السيادة العراقية. هذه رسائل واضحة إلى بغداد. لن يصبر العالم على هذه المهاترات، على دولة الفساد والتزوير والسرقات والميليشيات وخرق القانون وقتل الإنسان والتجاوز على الدستور والتجاوز على الديمقراطية. هذه رسائل واضحة أن العالم يحترم الإرادة الكردية ويحترم الحقوق الكردية ويحترم الحقوق العربية في بغداد، في البصرة، في الأنبار. هذه رسائل واضحة على عزلة النظام الإيراني ومن هم حلفاء إيران، وهم في فشل. وأقول لك بصراحة هم في حيرة كبيرة. الأيام القادمة ستأتي لنا بمفاجآت جميلة طيبة. هكذا علمنا التاريخ أن إرادة الشعوب أكبر من إرادة ونزوات الحكام. لا يحتاج العالم إلى الضغط إلى إيران. إيران هي تحارب ذاتها بذاتها بنفسها. إيران الآن في موقف دفاع. إيران الآن في حيرة. هجمت على كردستان لأن لا يوجد رد سيادي عراقي عسكري أو حتى دبلوماسي بالمستوى اللائق. وقامت باكستان بالرد رد عنيف على إيران، وها هي إيران ساكتة لا تتحدث. أنا أقول بصراحة على النظام الإيراني أن يذهب إلى العقل، إلى حسن الجوار، إلى حقوق الشعوب الإيرانية. يعني المسألة ليست الظلم في كردستان وفي بغداد والشام ولبنان. الشعوب الإيرانية لها الحق أن تعيش، لها الحق أن تنعم بخيرات إيران، هذه الدولة الكبيرة، هذا التاريخ العظيم، هذه الحضارة الجميلة. أن يأتي الآن 5 6 من المجانين بعقد تاريخية، بعقد أيديولوجية، بعقد نفسية، ويريدون أن يفرضون هذا على العالم. أنا لا أعتقد هذا سينجح ولن ينجح. والتغيير سيأتي من داخل إيران قبل ما يأتي من خلال الضغوط الدولية. بصراحة أقولها بألم لكوني أنا رجل ليبرالي ديمقراطي. لولا التمادي الأمريكي، لولا التساهل الأمريكي، لولا السذاجة في القرار الأمريكي والمراهقة الأمريكية في بعض القرارات، لما وصل التمادي الإيراني إلى هذا الحد. بمعنى آخر، أمريكا قادرة عسكريا، دبلوماسيا، سياسيا، إقليميا، دوليا على محاصرة هذا النظام ووضع هذا النظام أو وضع حدود لهذه الحماقات والجرائم اللي يقوم بها النظام الإيراني. أنا أعتقد أن هناك تغيير واضح اليوم في قرار الإدارة الأمريكية للرئيس بايدن وزملائه أو فريقه. إيران عليها أن تواجه الآن غضب أمريكي في اليمن، غضب أمريكي في غزة، غضب أمريكي في لبنان، وغضب أمريكي في العراق. إيران عليها أن تواجه الكثير. لكن دعني أقول لك شيء: إيران لا تريد المواجهة. عندما تحتد الأمور تأتي رسائل واضحة، رسائل توسل، رسائل استسلام إيرانية إلى الأمريكي وغير الأمريكي. أي إيران قوية على الشعوب الضعيفة والحكومات التي لا تملك القرار السياسي كحكومة بغداد أو الوضع في بغداد وفي لبنان وفي سوريا. لكن إيران لا تستطيع أن تتجرأ
على مثلا الجارة تركيا، ولا تستطيع أن تتجرأ على المملكة العربية السعودية رغم قوة إيران وحجمها قياسا إلى السعودية. بمعنى آخر أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية الآن بدأت مشوار جديد، وإيران في حرج كبير، وآن الأوان أن تتحرر هذه الشعوب. الحقيقة ليس فقط المجتمع الدولي، المجتمع الدولي يسمع الأخبار مثل ما أسمعها أنا وأنت من قنواتكم الكريمة وغيرها. حقيقة يجب أن نقول هناك نجاح واضح، علينا أن نعي هذا النجاح. هناك نجاح واضح لحكومة إقليم كردستان، للقيادة الكردية، للرئيس مسعود برزاني كزعيم قومي للكرد، والأخ رئيس الحكومة كاكا مسرور. هذا النجاح اللي خلى العالم يحترم القرارات الكردية، هذا النجاح اللي خلى العالم ينظر بنظرة احترام وموضوعية إلى ما يجري في كردستان. لو كان في كردستان فوضى حكومية، لو كان في كردستان فوضى قيادية، لو كان في كردستان استسلام للإرادة الأجنبية، لما وقف العالم هذا الموقف المشرف الحقيقي مع الشعب الكردي، الثورة الكردية، البيشمركة، ومع الحكومة الكردية. حقيقة كردستان عمق استراتيجي لإيران، هذا صحيح، وبغداد أيضا عمق استراتيجي لإيران، وإيران عليها أن تكون عمق استراتيجي لبغداد وأربيل لو كنا طبيعيين. لو كان هذا العمق الاستراتيجي يعني الثقافة، التبادل العلمي، بناء الإنسان، بناء المؤسسات، لكن لن تكن كردستان ولن تكن بغداد ولا غيرها عمق استراتيجي لنظام إرهابي يقتل، يكذب، يزور.